قصد خلق توازن إيكولوجي وجو بيئي ملائم، قام الفوج الكشفي العزيم ببلدية دوار الماء الحدودية بحملة تشجير مسة الشارع الرئيسي بالبلدية بمشاركة عدة هيئات رسمية وجمعوية. عن ذلك يقول قائد الفوج البشير بن الصغير: تم اليوم بغرس حوالي 35 ولا 40 شجرة في دوار الماء طريق الشهيد الريغي عبد الرزاق. كان نشاط من كافة الفوج ذات كل المجتمع المدني، بعض الشباب ربي يبارك، حتى الشباب راهو معانا، الأولياء ما شاء الله، ونشكر كل من شارك معانا كل إن شاء الله. وماذا بينا يا جماعة، ماذا بينا أي واحد يغرس شجرة قدام حوشة ولا نخلة توازى المناخ المحيط المناخي. المشاركون في الحملة عبروا للإذاعة عن جميل امتنانهم بهذه المبادرة. قمنا اليوم في بلدية دوار الماء الحدودية بزرع أشجار، وبما بلدية دوار الماء منطقة نائية ومناخ صعب شوي، الأشجار هذه وين مليحة لخلق توازن بيئي، وحتى الأطفال ثاني نعلموهم كيفاش زرع الأشجار وعدم النزع تاعها. والحمد لله ربي زرعنا أشجار، إن شاء الله يطلوا فيها، إن شاء الله كل مواطن يزيد يزرع لنا أشجار باش تليق البلاد. وأي واحد من نرجو من الأولويات عند دوار الماء أولادهم يرشدوهم يروحوا يدخلوا الكشافة، خاطر الكشافة هي اللي تريق البلاد. على المبادرة الطيبة الحسنة وتعليم الأولاد الصغار بغرس الأشجار، ونشكر كل من ساهم في اللي غرس الشجرة واللي دار ونجح ودار مبادرة. من دوار الماء راسلكم عبد الله دويم لإذاعة الجزائر والمغيب.